تخيل إنك راكب قطر بس مش أي قطر، قطر طاير فوق الزحمة، زحمة القاهرة، بيمشي من غير سواق وبيتحكم فيه عقل إلكتروني من على بعد. هل قلبك هيطوعك تركبه ولا هتخاف وتفضل واقف في الزحمة؟ يا جماعة اللي كان بيحصل بره وبنشوفه في أفلام الخيال العلمي بقى حقيقة ملموسة بنلبسها بإيدينا في مصر دلوقتي. النهاردة احنا في رحلة للتاريخ، رحلة من قلب مدينة نصر لأبعد نقطة في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا النهاردة بنجرب مونوريل لشرق النيل، ولو عايز تعرف الرحلة دي هتغير حياتك ازاي وتوفر عليك كام ساعة زحمة وتشوف رفاهية ما كنتش تتخيلها، يبقى لازم تكمل الفيديو ده للآخر، لأن كل دقيقة فيها معلومة ب1,000,000 جنيه وسر جديد عن مشروع هيغير خريطة مصر. مبروك لكل المصريين، بجد مشهد يدعو للفخر. النهارده إحنا مش بس بنجرّب وسيلة مواصلات، إحنا بنعيش تجربة كاملة في 16 محطة اتفتحوا تجريبيًا من أول محطة المشير طنطاوي في الطريق للقاهرة الجديدة، لحد محطة مدينة العدالة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. هنعرف مع بعض التذاكر بكام عشان ما اضحكش عليك بمعلومة غلط، وازاي نتحرك جوه المحطات، شكل العربيات من جوه والتصميم العالمي ومستوى الراحة والسرعة. وقبل ما نبدأ جولتنا الأسطورية دي، لو انت مهتم تعرف كل جديد عن مشاريع مصر العظيمة وجولاتنا اللي ما بيفوتهاش تفصيلة، انزل حالا اعمل سبسكرايب وفعل الجرس وخليك واحد من عيلة قناتنا اللي بتكبر بيكم. وما تنساش كمان تدعمنا بلايك للاستمرار في تقديم كل ما هو جديد وجميل. ويلا بينا نطلع مع بعض للسحاب. احنا دلوقتي واقفين في محطة محور المشير طنطاوي، تحديدا قدام المسجد، وشايفين التصميم من بعيد او هنشوفه واحنا فوق في المحطة. ودي محطة المونريل اللي هنبدأ منها النهاردة. وفي سؤال دايما اكيد بيجي في بال ناس كتير: يا جماعة احنا هنطلع الارتفاع ده كله ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. المحطة متصممة بمعايير عالمية، عندك كباري مشاة بتربط الرصيف اليمين بالشمال، وعندك اختيارين: يا إما السلم الكهربائي لو عايز الراحة، يا إما السلم العادي لو عايز تعمل شوية رياضة، وموجود برضو الأسانسير. أول ما بتطلع فوق والمنظر بجد يخطف العين، انت بتشوف القاهرة من منظور تاني خالص. محور المشير من تحتك، شارع 90 في الأفق، واتجاه المقطم ومدينة نصر واضح جدا من الارتفاع العالي ده. التصميم عصري جدا، حضاري ونضيف جدا، تحس انك في مطار مش مجرد محطة قطر او محطة مترو. لو بصيتوا على الارض وانتوا في اي محطة من محطات المونوريل، هتشوف خطوط بارزة وفيها بروز بسيط كده في الارضية، والخطوط البارزة دي مخصصة لاهلنا من ذوي الهمم والمكفوفين عشان يقدروا يتحركوا بامان كامل جوه المحطة. وبجد مفيش تفصيلة منسية، وأول ما بتدخل بتلاقي شاشات الليد بتعرفك كل حاجة من زمن التقاطر، يعني القطر اللي قادم هيجي بعد قد إيه واسم المحطة الحالية إيه. وبالنسبة للتذاكر فاحنا عندنا ثورة تكنولوجية هنا، مفيش بقى زحمة ونظام يا أستاذ لو سمحت عايز تذكرة، لا، عندك ماكينات إلكترونية لصرف التذاكر وشحن الاشتراكات، والتذكرة نفسها مش ورقة عادية، دي عليها QR كود. نظام ذكي طبعا، بتحطه على البوابة وبتكون داخل في ثانية. في لوحة مهمة في كل محطة من المحطات دي، ومن أهم الحاجات دي في المحطات الخاصة بالمونوريل، دي بتشرح ليك إزاي مصر بقت شبكة واحدة، والمونوريل الأخضر ده هو شرق النيل والأحمر هو غرب النيل. والجميل إنهم مربوطين بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف اللي هو ال LRT. يعني تقدر تنزل من المونوريل تركب المترو وتلف القاهرة كلها بتذكرة واحدة بس وتخطيط واحد، ده اللي بنسميه النقل الذكي المستدام. نيجي بقى للسؤال اللي شاغل بال الكل: الرحلة دي هتكلفني كام؟
الأسعار متقسّمة على حسب المسافة عشان تكون عادلة للكل، 20 جنيه لو هتركب لحد 5 محطات، 40 جنيه لو مشوارك أطول شوية لحد 10 محطات، 55 جنيه لحد 15 محطة، 80 جنيه لو هتاخد الخط كله من أوله لآخره 22 محطة لمّا يكملوا على خير إن شاء الله. حاليًا تم فتح 16 محطة والركوب كان مجاني لمدة 3 أيام في بداية التشغيل يوم 6 مايو كهدية للمصريين بمناسبة افتتاح التجريبي للمونوريل، وفرصة ما تتعوضش إنك تيجي تتفسح وتجرب الرفاهية دي وتشوف الجمال اللي بقى موجود في بلدك. اللحظة الحاسمة دلوقتي المونوريل وصل يا جماعة، وإحساس بالفخر هنا ملوش وصف. شايفين الأبواب الزجاجية اللي على الرصيف دي أبواب أمان ما بتفتحش إلا لما القطر يوقف تماما قدامها، أمان 100%. ولما بتدخل جوه بسم الله أول حاجة هتلاحظها هي الوسع والنظافة، والقطر حاليا اللي شغال فيه بيبقى 4 عربيات ومستقبلا هيوصل ل8. مفيش فواصل بين العربيات، تقدر تتمشى من أول القطر لآخره وأنت جواه، والتكييف مش محتاج أقول لكم طبعًا رائع وجميل وتلاجة. بُصّوا يا جماعة هنا معانا لو أنتم اتمشيتوا في القطر ووقفتوا في أوله من أي اتجاه هتلاقي ما فيش سواق، وأنت واقف في أول القطر هتشوف السكة قدامك مكشوفة. القطر ده بيشتغل بنظام التحكم الذكي من غرفة سيطرة مركزية في العاصمة الإدارية الجديدة بتكنولوجيا اسمها الجي أو الجو اي 4 العالمية، يعني دقة في المواعيد وأمان ضد الأخطاء البشرية وقمة الرفاهية. وفوق كل باب هتلاقي شاشة بتعرفك وانت جوه القطر احنا فين ورايحين فين. اللمبة الحمراء يعني محطة عديناها، والخضراء يعني اللي جاية. والموضوع سهل حتى لو دي أول مرة تركب فيها مواصلات في حياتك. استمتعوا معانا بالمنظر واحنا دلوقتي طايرين فوق شارع 90 الجنوبي وفي التجمع. شايفين كايرو فيستيفال سيتي على شمالك وانت متجه للعاصمة، وشايف الزحمة اللي تحتك، واحنا دلوقتي بنعدي فوق كل ده بلمح البصر. بجد يا جماعة الرؤية بانورامية، انت شايف أرقى كومباوندات مصر تحتك، والشويفات للنرجس للوتس لبيت الوطن، كأنك راكب طيارة بس على ارتفاع منخفض. طبعا في ناس بتقول الخصوصية راحت، بس الحقيقة ان المونوريل أضاف قيمة عقارية جبارة للمناطق دي. السكن جنب محطة المونوريل بقى أغلى وأرقى بكتير، ولو لاحظتوا القطر بيتهز هزة خفيفة وهو ماشي زي مطب هوا كده بسيط. وده ليه؟ لأن المونوريل بيمشي على عجلات كاوتش فوق كمر خرساني مش حديد على حديد زي القطر العادي أو المترو. ده بيخليه أنعم وأهدى وأقدر على المناورة في المنحنيات. وبالنسبة للأمان تحت كل كرسي فيه طفاية حريق، وفي أجهزة استغاثة تقدر تتواصل بيها مع غرفة التحكم فورا لو لا قدر الله حصل أي ظرف، وأنت في أمان تام بإذن الله. ودلوقتي واحنا بنعبر بوابات العاصمة الإدارية الجديدة المشهد بيتغير تماما، وأول حاجة بتقابلنا هي عظمة مسجد الفتاح العليم، وبعدها بنشوف النهر الأخضر أكبر حديقة مركزية في العالم. احنا بنعدي على محطات حيوية جدا، الحي السكني R1 و R2 لحد ما نوصل لقلب الحدث حي المال والأعمال. لما تبص من الشباك هتلاقي البرج الأيقوني أطول برج في أفريقيا. المنظر من المونوريل للبرج ده حكاية تانية خالص، لازم تيجوا وتتصوروا سيلفي هنا جميل جدا. بنعدي في طريقنا على محطة مدينة الفنون والثقافة، ودي مش محطة عادية، دي محطة تبادلية عبقرية. هنا المونوريل بيقابل القطار الكهربائي الخفيف ال LRT، ويعني لو عايز تروح مدينة بدر أو الشروق أو العاشر من رمضان تنزل هنا وتركب ال LRT وتكمل رحلتك. شبكة عنكبوتية بتخدم كل شبر في مصر الجديدة.
احنا دلوقتي في الحي الحكومي 34 وزارة ومبنى البرلمان ومجلس الوزراء، والمونوريل هنا هو شريان الحياة للموظفين والمواطنين، هيوفر عليهم تعب المشاوير وركن العربيات. وبعده على طول بنشوف مسجد مصر الكبير بجماله المعماري اللي ملوش مثيل. وصلنا لنهاية الخط حاليا محطة مدينة العدالة. الرحلة خدت مننا وقت قياسي، وبأقصى درجات الراحة احنا هنا في آخر العاصمة الإدارية، وبنشوف صرح قضائي عظيم بيتبني دلوقتي. وبننزل ونعدي من المحطة الجهة دي للناحية التانية عشان نركب قطار العودة لمحطة المشير طنطاوي. والمحطات كلها نسخة طبق الأصل في الجودة والنظافة، ولو حصل أي طوارئ لا قدر الله في سلالم هروب ومخارج متأمنة بالكامل. يا رب تكون الرحلة دي عجبتكم وأكون قدرت أنقل لكم صورة كاملة من جوه قلب الحدث. مصر بتتغير والمونوريل هو عنوان التغيير ده. الرفاهية اللي كنت أو اللي كنت بتحلم بيها أو اللي كانت حلم في مصر بقت حق لكل مصري النهارده. سؤالي ليكم النهارده، هل شايفين إن المونوريل هيحل أزمة الزحمة فعلا؟ ومين فيكم ناوي يروح يجربه في الأيام الجاية؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وأنا بقرأ كل التعليقات بتاعتكم. ولو فيديو عجبك وحسيت بالفخر زي ما تنساش تعمل لايك، ده بيساعد الفيديو يوصل لكل الناس. واعمل شير للفيديو مع صاحبك اللي ساكن في التجمع أو شغال في العاصمة الإدارية عشان يعرف الطريق الجديد. وطبعا لو لسه ما اشتركتش مستني ايه؟ دوس سبسكرايب دلوقتي وفعل الجرس عشان جولاتنا اللي جاية أقوى بكتير. شكرا ليكم، وكان معاكم قناة شارع الحكايات، ونشوفكم في فيديو جديد ورحلة جديدة في أرض المحروسة. وسلام عليكم.